بقيتي تتضايقي من العمايل البانيه علشان خاطر الثلاث مراحل الدقيق والبيض والبقسماط تكلفته بقت غالية عليكي. تعالى اقولك ازاي نعمل بانيه يكون طري حلو جدا محمل، البريدنج بتاعه زي ما انتوا شايفين اللون كده، وفي نفس الوقت تكون تتبيلته اقتصادية. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة اغسلي البانيه كويس جدا ونشفيه. تمام. تاني حاجة هاتي بولة كبيرة حطي فيها بصلاية صغيرة قوي مبشورة بشر ناعم، وحطي عليها بضاية واحدة بس يا ست الكل. المقدار اللي عندنا ده حوالي من 750 ل 800 جرام، يعني تقدري تستخدمي الوصفة دي لكيلو من البانيه. هحط البضاية بتاعتي، هي دي البيضة اللي هستخدمها في البانيه كله، وهحط كمان معلقتين كبار من الزبادي. تمام. طيب لو هتكملي كيلو البانيه حطي كوباية الزبادي كلها. هبتدي بقى اقلب البصله المبشوره على البضايه على الزبادي. الزبادي فايدته هنا بيطري الانسجه وينعمها، وكمان بيضيف طعم حلو وقيمه غذائيه للبانيه. حطيت معلقه من البابريكا، معلقه صغيره مليانه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقه صغيره من البهارات السبع حبات، وحطيت الملح بتاعي وقلبت كويس جدا جدا. طيب لو انا عايزه استخدم كل المارينيتد ده بزبادي مفيش مشكله. لو انا عايزه اعمل اقتصادي شويه هيبقى معلقتين بس زبادي، وهحط ربع كوبايه من الميه. بما ان انا قلت لكم ان انا هعمل الوصفه كلها اقتصاديه من اولها لاخرها ومفيش 3 طبقات، فهحط ربع كوبايه الميه. تمام. لا حطيت خل ولا حطيت ليمون ولا حطيت اي حاجه تانية تغير من طعم الفراخ. الخل بيساعد على التسويه لكن بيهري الانسجه معايا او بيفتتها. تمام. انت استبدلتي الخل بالزبادي. كده بقت عندي التتبيله حلوه جدا. هحط قد ايه؟ ربع كوبايه من الدقيق. تمام. هي دي الدقيق اللي هستخدمه في الوصفة كله، وهقلب بقى كويس جدا. هيبقى قوامها قريب من قوام الكيك سايل شوية. طيب انا لو عايزة الوصفة بتاعتي تكون التتبيلة دي اشيلها واستخدمها بعد كده. هتعملي كل اللي انا عملته ده وهتقسميه وتحطي في كيس تلاجة وتشيليها في الفريزر. طيب لو انت مش عايزه وبتعملي على القد، طبعا اللحوم اللي بتنزل او الفراخ اللي بتنزل في التتبيلات ما ينفعش ان انا احتفظ ببقيه التتبيله في الفريزر لان بيبقى دخلها زفور. مهم جدا تعرفوا الخطوات ديت. ده بقى شكلها. طب لو انت عايزاها اسهل من كده تقدري تشغلي الهاند بلندر عليها، لكن انا شايفه انها مش خشنه، والقوام بتاعها كويس جدا اللي هو يتمسك على الفراخ. ده هيمسك على الفراخ. تعالى اقول لك ازاي هيمسك على الفراخ. لو فراخك مشطوفه ومتصفيه كويس جدا وما عليهاش ميه، كوني متاكده ان الخلطه دي هتمسك عليها كويس جدا. هتمسك عليها وهتطعمها وهتطريها وهتتدبل فيها، وكمان مش هحتاج من دقيق لبيض ولبن ومن بيض ولبن لبقسماط، وهتطلع معاكي الفراخ حلوة جدا ومظبوط. بصوا انا بحب سمك قطعة الفرخة يكون بالشكل ده. بصوا مسكت عليها ازاي. تمام. طيب قطعة الفرخة لو أرفع من كده هتتحرق منك على البوتاجاز ومش هتحس بطعم الفراخ. هيبقى كل اللي بتاكليه الغلاف الخارجي بس، مش هتحسي بطعم فراخ خالص. فيستحسن ان السمك بتاعها يبقى بكده، وتستوي على درجة حرارة متوسطة. هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل، وكمان هتحسي بالقرمشة والطعم الحلو جدا من فوق، وفي نفس الوقت هتلاقي معاكي قطعة الفراخ شاربة من التتبيلة وطعمها حلو جدا من جوه. تعالوا بقى، احنا بنخاف من بهدلة البقسماط وبنحط في حاجة صغيرة وبنفضل شغالين بالراحة خالص. لا، انت عارفة الكمية اللي عندك، اشتغلي في صينية كبيرة. تم او صينية كيك كبيرة، ونزلي في قلبيها قطعة البانيه واضغطي عليها كويس جدا. بصوا البقسماط مسك عليها، مش هحتاج ان انا احطها في التلاجة وهشتغلها على طول. ده كده شكل قطعة البانيه بتاعتي. على فكرة البقسماط اللي يتبقى تقدري جدا تنخليه وتشيليه في قلب كيس لوحده لوحده بعيد عن بقية البقسماط النظيف
اللي موجود معاكي وتستخدميه بعد كده في وصفة تاني لنفس الفراخ تاني، مفيش مشكلة خالص. بصوا يا جماعة، الطبقة الخارجية ماسكة على البانيه حلو جدا، لونها دهبي كويس. الزيت مش هو اللي كمية الزيت مش هي اللي بتساوي معاكي البانيه حلو. كمية الزيت ملهاش علاقة باللون، كمية الزيت ملهاش علاقة بإنها تتحرق معاكي أو تفضل لونها كويس، لا خالص. درجة الحرارة، التسوية المظبوطة، التقليب بعد ما يمسك نفسها يديكي بانيه ذهبي شكله تحفة. لو مكملين معايا الفيديو دلوقتي بزعل جدا لما ما بتحطوش اللايك، لأن الفيديو يستاهل يتحط له لايك. اكتبوا لي تعليقاتكم، جربوا طريقتي هتعجبكم جدا. اشوفكم بخير في وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد، سلام عليكم.